ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بناء على طلب الجماهير، آه اشترينا سردينة. ده نص كيلو سردين. غسلناه كويس وقطعنا الروس والديل وعصرنا عليه ليمونة. لازم تبقى صبحة كده وبطنها مقفولة زي ما انتم شايفين كده. كده تبقى هي طازة وكويسة. معانا خضرة، معانا فلفل احمر واخضر، طرنشات. معانا البهارات، ملح، بهارات سمك، كمون وشطة. معانا معلقة توم. معانا 2 حبة طماطم مضروبين في الخلاط. ويلا بينا نبتدي الشغل. احلى حاجة في الارياف ان الحاجة هنا يعني الى حد ما الناس بتحس ببعضها شوية، فبتبقى الاسعار كويسة شوية. معانا السردين، ده نص كيلو ب35 جنيه. على فكرة هي كبيرة كده مش صغيرة. هنرص كل الكمية اللي معانا، مع عليهم معلقة التوم، عليهم كل البهارات اللي احنا قلناها. طبعا مش الملح مش هنحطه كله مرة واحدة كالعادة، يعني زي انا ما معوداكم. هنضيف الفلفل والخضرة. هنبتدي ان احنا نقلبهم كلهم كده على بعض. شمال في يمين، في يمين في شمال، ايوه ظبطي كده الدنيا. نزود كمية الملح اللي باقية ونقلبهم كويس. بصي، هو انا عايزه اقولك ان الريحه من غير كده طياب تجنن. هننزل معانا بالصينيه كده المتوسطه، تاخد يعني تاخد الكميه اللي معانا. هننزل كده اهوت، وافردي بقى السمك كويس في قلب الصينيه. آه نظرا لسوء الاحوال بره الشتا والكلام ده، فاحنا قررنا يعني مقررين الوقت ده ان احنا نصور كل شغلنا طبيخ بس. فطبعا ان شاء الله باذن الله لما الجو يتعدل هصور لكم الحياه الريفيه اللي حوالينا يعني. هنضيف طبعا كميه الخضره اللي كانت متبقيه كده على الوش، وننزل بالطماطم. بصوا بقى، هتريحوا نفسكم كتير، لا قلي بقى ولا زيت ولا دقيق ولا الكلام ده كله. هزي الصينيه كده وانزلي بشويه زيت. عادي انا بستعمل زيت التموين يعني، عادي مفيهوش مشكله يعني. بصوا شكل الصينيه يتاكل حاف والله. هندخل بقى على الفرن. بصوا انا عايزه اقول لكم ان صينيه السمك دي، يعني انا من عشاق صينيه السمك دي اكتر من السمك المشوي واكتر من المقلي. انا بعشق الصينيه دي. طبعا احنا خلاص كنا دخلنا الفرن، او دخلتها الفرن بمعنى اصح. شايفين شكلها عامل ازاي؟ والله العظيم ريحتها تجنن وشكلها يفتح النفس. ده بعد ما طابت اهيت. طبعا انا طفيت عنها عشان تبرد شويه عشان الاطفال الصغيرين. ساعة الاكل بقى. طبعا انتوا عارفين انا مش بعرف اقدم الاكل كده. احنا صحيح في ارياف بس بنحب شكل الاكل يكون شيك يعني. بصوا انا مش عايزه اقول لكم على الريحه.
يعني انا نفسي ان انتوا تجربوا بس عشان تشموا الريحة اللي انا شماها دي والجمال. طبعا زي ما قلت لكم، زي ما بقول لكم في فيديوهاتي، انا بحب اعمل مخللاتي في البيت، مش بحب ابدا ان انا اشتري مخلل من بره، بصراحة كده بقرف منه من الاخر يعني. شايفين قلب السمك اصلا شكله عامل ازاي؟ الاكل سخن جدا، انا بس عايزة اوريكم بس. آه عايزة اقول لكم يعني مهم جدا، مهم جدا جدا شكل الاكل انت بتقدميه لولادك. آه خليهم يتعودوا على شكل الاكل الشيك، حتى لو راحوا مطاعم او راحوا اماكن مفتوحة، ما يستغربوش من اللي هيتقدم لهم، فاهميني؟ طبعا انا غاسله خضار وعامله سلطه وموضبه الدنيا. يعني حابه تاكلي بقى الاكل ده برز، اوكي عاملين رز. حابه تاكليه بعيش زي ما تحبي، او ايوه بالظبط كده زي ما تحبوا. انا الحمد لله جهزت الاكل تمام. آه ريحه الاكل بصراحه تفتح النفس جدا جدا جدا. آه احنا عايشين في منطقة رياف على فكرة يعني، وحياتنا بسيطة جدا، ابسط مما تتخيل. بس شايفين شكل الاكل عامل ازاي؟ على وانتظروني فكرة في الفيديو كل ده جديد وصاية، ان شاء الله. وصاية مش وصاية بقى يعني. الناس طلبت مني الاكلة دي اعملها،